حبايب قلب الاداره عاملين ايه؟ اتمنى تكون بخير وبصحه وبسلامه. رجاله الاداره في كل مكان، رجاله الاداره في محافظات مصر، اهلا بيك يا حبيب خالو في المحاضره الثالثه. اهلا بيك يا بطل، شد حيلك خلاص فاضل لنا واحده، شد حيلك. النهارده يا استاذ غالي هنراجع مع بعض الوحده الثانيه جغرافيا. الوحده دي عندنا تعليق بسيط عليها، مش كل المحافظات عليها الخمس جمهوريات. مش فاهم يا مستر؟ يعني مثلا احنا رجالتنا في اسكندريه علينا نيجيريا، والنيجيريا دي على الناس كلها. علينا نيجيريا، علينا برازيل، علينا المانيا. طب الباقي مش عليك. فحضرتك لو انت مثلا نديك مثال، لو انت طالب اسكندريه هتسمع المحاضره بشرح نيجيريا، لقيتني بشرح جمهوريه مش عليك، الهند مثلا، هتجري. اخش على اللي جمهوريه تبقى عليك، لقيتني بشرح الولايات مش عليك، هتجري. فهمت قصدي؟ فاهمين يا رجالتي؟ فكل واحد حسب محافظته. مستر اتاكد منين؟ مدرس مدرستك من الاخر، سيبك من الجروبات والحاجات اللي على النت. مدرس مدرستك هو اللي يخلص لك الموضوع. عليا ايه كذا، او مدرس شوف انت مدرس رجالتنا احنا بتوعنا خلاص انا قلت لكم، يا اما مثلا مدرس انت اللي انت بتحضر معاه ايا يكن، على راسي الناس كلها، ضامنه واثق في كلامه، خلاص يلا بينا. ماشي يا معلم، نبدا بسم الله، يلا بينا. تعالى حبيب خالو بقى نبدا الوحده الثانيه وهي جمهوريه نيجيريا. شد حيلك يا بطل، شد حيلك يا بطل، هانت اهو. جمهوريه نيجيريا دي على الناس كلها. نبدا اول سؤال يقول لحضرتك ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بالك بقى، اي جمهوريه عايز تجيبها في الجون اعرف مناخها، نباتها، هتعرف كل حاجه. فبيقول لحضرتك يتنوع النبات الطبيعي في نيجيريا. ليه عندي نبات الطبيعي في نيجيريا؟ ليه في تنوع؟ حاضر عينيا الاثنين، الاغاني هتكتر قوي النهارده. قول له عشان معظم نيجيريا مداري، مناخ مداري. طب هو الاغنيه بتقول ايه؟ بص، معظم نيجيريا مداري، حراره مرتفعه، اطراف تاني، معظم نيجيريا مداري، حراره مرتفعه، امطار صيفيه، والاطراف الجنوبيه مناخ استوائي، امطار طوال العام. تعال قول له عشان معظم نيجيريا مناخ مداري ذات الحراره المرتفعه والامطار صيفا، والاطراف الجنوبيه مناخ استوائي، حراره مرتفعه وامطار طوال العام. بس كده يعني انا بشرح اقول له المناخ ايه. الله ينور عليك. طيب ليه السكان بيحبوا الغرب والسهول الشماليه؟ دايما كنا بنقوله كده، بص بص بص، في سكان في الغرب والسهول الشماليه وهضبه جزء، اراضي زراعيه الناس تزرع تحب تقعد، مراعي طبيعيه يرعى عليها الحيوان، مناطق التعدين يطلع معادن ويكسب. فدايما كده بقول لحضرتك ايه؟ السكان نيجيريا اكبر دول افريقيا. طب السكان نيجيريا اكبر دول افريقيا، في سكان في الغرب والسهول الشماليه وهضبه جزء، اجري بقى يلا ها، اراضي زراعيه، مراعي طبيعيه، ومناطق التعدين. يلا مجريني على اكس 2، خسر كتير، خسر كتير. قله عدد السكان في دلتا نهر النيجر. ليه الدلتا الناس ما بتحبهاش؟ فاكر لما كنت بقول لك المناخ اطراف جنوبيه مناخ ايه؟ استوائي، والدلتا دي عند المناخ الاستوائي، اذا مش هيحبوا يقعدوا. ليه؟ عشان المناخ بيطلع لي غابات كثيفه وظروف مناخيه قاسيه. كل حاجه مربوطه بالمناخ يا حبيب خالو. عايز تلم الجمهوريه اربطها بالمناخ. خلاص. السؤال اللي بعده يقول لك ليه عندي اعداد كبيره من الابقار والاغنام والماعز في نيجيريا؟ هم الابقار والاغنام والماعز واي الحاجات دي كلها بتاكل ايه؟ مراعي. بس خلاص. قول له عشان في مراعي حشائش السافانا. او ممكن لو انت نسيت عندها سافانا ولا ايه، قول له مثلا لوجود المراعي، مراعي واسكت، مراعي واسكت. قول له حيث وجود المراعي المناسبه لرعي هذه الحيوانات. ماشي تعدي، بس انا عايز مستر درجه نهائيه. خلاص يقول له مراعي حشائش السافانا. طب بص اللي جايه دي كنا بنقول عليها كده، نيجيريا بتنتج سمك ليه؟ اي دوله بتنتج سمك ليه؟ دور على، قول له سواحل طويله وشوف بتطل على انهي ساحل. نيجيريا بتنتج سمك ليه؟ سواحل طويله على خليج غينيا، انهار، بحيرات في الداخل. دي اجابه ثابته عند الناس كلها. سواحل طويله وتقول له حسب الساحل. والله لو نيجيريا خليج غينيا، والله لو برازيل محيط اطلنطي بحر كاريبي، والله لو مش عارف الهند خليج بنغال والبحر العربي. والله فهمت قصدي؟ لازم تقول له سواحل طويله على ايه. فهمت يا ابويا؟ موضوع سهل وبسيط والله. طب تعالى دلل يلا، هنشرح المحاضره من دلل. يسود يعني ينتشر المناخ الحار نيجيريا. هتقول المناخ اللي لسه قايلينه فوق، معظم نيجيريا مداري، حراره مرتفعه، امطار صيفيه، والاطراف الجنوبيه مناخ استوائي، حراره مرتفعه، امطار طوال العام. بيقول لحضرتك هتعدل الحته دي معلش، تعد البرازيل معلش، هتعدل دي، تعد نيجيريا من الدول المنتجه للاسماك. قول له يا استاذ الغالي كمان، لا حبيب خالو الغي السؤال ده كله معلش، خطا مطبعي.
خطا البنوته اللي بتكتب بتحشش ولا حاجه، عادي مفيش مشكله. يعد اقتصاد نيجيريا اقتصاد نامي. ليه نيجيريا اقتصادها نامي؟ ليه دي بلد نايمه؟ خلي بالك نيجيريا موجوده في غرب افريقيا وهي من الدول الناميه، يعني اقتصادها ضعيف شويه. ليه؟ عشان بتعتمد على الزراعه. حبيب قلبي، عايز تعرف الدوله دي متقدمه؟ يبقى بتعتمد على الصناعه. ما دام دوله ناميه يبقى بتعتمد على الزراعه. خدها قاعده ثابته. طيب عايز يعرف ايه المحاصيل الزراعيه في نيجيريا؟ قول لي تنوع المحاصيل. حاضر. نيجيريا فيها اتجاهات. في الجنوب عندي مطاط، وهي اولى الدول افريقيا في انتاج المطاط. خلي بالك بقى، طب لو اولى الدول عالميا في انتاج المطاط، تايلاند. جدع. الارز موجود في الجنوب، ودي تاني دول افريقيا بعد مصر، يعني مصر اولى الدول في الرز. ثم بقى عندي بقى في الوسط والشمال، عد على ايدك: ذره شاميه، ذره رفيعه، ذره اللي هو الذره اللي انت بتاكله، كاكاو، فول سوداني، نخيل الزيت اللي بيطلع لك حاجات بتاعت شعرك، شين شيروسا شعرك، شخصيتك شقاوه شيروسا. وجود ثروات معدنيه ومصادر طاقه بنيجيريا. ده احنا بنفرم الحاجات بدليل والله. اديك دليل؟ حاضر. بص انا بحفظها للطلبه بتوعي كده، اقول له ايه؟ بص القصدير في جوس، يعني هضبة جوس، القصدير في جوس، والفحم منطقة شرقية، والبترول في المنطقة القريبة من الساحل. منطقة القريبة من الساحل ناحية الجنوب الشرقي. شكرا. بس موضوع سهل وبسيط. طب في علاقات اقتصادية انت بتحفظ بقى. مصر تصدر لنيجيريا ايه؟ عندك اسمدة، معدات ثقيلة، اسلاك نحاسية، اطارات، مواسير، الومنيوم. كل ده احفظه. احفظ 3. طيب بتستورد مصر من نيجيريا ايه؟ حاضر. سلع زراعيه، حبوب زيتيه، وهكذا. على فكره بقى انا كده ما خلصت نيجيريا. يعني المفروض ننزل نجيب نيجيريا كلها من حيث الخريطه تحت. يعني المفروض انزل انا اجيب دلوقتي نيجيريا الخريطه، تمام، عشان يبقى انا كده خلصت نيجيريا كلها. طب سهله دي، يا سلام. تعالى بقى حبيب خالو، ادي خريطه نيجيريا ايه من الاطلس عند حضرتك، تمام. تعالى واحده واحده كده ان شاء الله تكون باينه عندك. يعني عايزك ما تنساش ان انا عندي هنا، استنى دي كده يعتبر دي كده اقرب حاجه. عندي هنا في نيجيريا التضاريس بتاعتها، عندي هنا هضبه اسمها هضبه جوس، خلي بالك. والخليج اللي تحت اسمه خليج غينيا. طب الحدود بتاعت الدول كنا بنحفظها كده: بنين، النيجر، شدوا اللي هي تشاد، الكاميرا اللي هي الكاميرون، من خليج غينيا. يبقى يلا بينا تاني: بنين النيجر شدوا الكاميرا من خليج غينيا. بنين النيجر شدوا الكاميرا من خليج غينيا. دايما كده طلبه المنصه والسنتر تلاقيني بعمل ايديا كده على طول، بترد على طول: بنين النيجر شدوا الكاميرا من خليج غينيا. بنين النيجر شدوا الكاميرا من خليج غينيا. بس يا معلم. طيب عندي بقى دي اسمها دلتا نهر النيجر، عامله كده. ثم بقى نهر النيجر عامل كده اهو. حلو. والسهول الشماليه على جانبي الايه؟ الانهار. اما هضبه جوس في وسط السهول الشماليه. خلي بالك من النقطه دي. وادي ده خليج غينيا عاملها. طيب عندي العواصم او الدول المدن دي: ابوجا، ابيدان، لاجو الساحليه. خلي بالك لاجو الساحليه، ودي العاصمه القديمه، ودي العاصمه القديمه. اما ابوجا دي العاصمه الحديثه. خلاص. وادي ابيدان. خلاص يا عمنا. طيب تعالى ننزل تحت شويه. عايزين برضو نبقى احنا كده خلصنا. لا خلاص، يبقى احنا كده داخلين على الحل كده يا استاذ الغالي. ادي نيجيريا. نيجيريا باسئلتها جميله. نيجيريا اسئلتها جميله، خريطتها جميله، كل حاجه فيها جميله. تعال نخش في اللي بعده. تعالى بقى يا حبيب خالو، هنبدا جمهوريه المانيا. فلو حضرتك مش عليك المانيا هتعمل ايه؟ جري وخد اللي بعده. خلاص. جمهوريه المانيا اول سؤال فيها يقول لحضرتك ايه؟ عندي حاجه اسمها مرتفعات وسطى. انا دايما كنت بقول للعيال ايه؟ بقول له ان المرتفعات الوسطى دي لازم عليها سؤال في الامتحان. والمرتفعات الوسطى هضاب، والمرتفعات الوسطى هضاب فيها تلال ينابيع، فيها تلال ينابيع، فيها تلال ينابيع. خلي بالك التلال والينابيع، التلال والينابيع خلاها مصدر جذب للسياحه. بص بقى، ليه المرتفعات الوسطى جذب السياحه؟ قول له فيها تغطى بالغابات المخروطيه، وفيها تلال وينابيع مائيه، مما جعلها منطقه جذب للسياحه. كنا بنقولها كده: فيها تلال ينابيع مائيه، مما جعلها منطقه جذب للسياحه. وحشائش سهل ساحلي بتنكمش. يعني ايه مستر؟ بتقل في المساحه. يقول لحضرتك الحشائش اللي في السهل الساحلي تقل، تنكمش. قول له لاحلال الزراعه بنشيل الحشائش ونزرع، نشيل الحشائش ونتوسع عمراني، نبني بيوت، نبني بيوت. والقصه الشهيره بتاعت الراجل ومراته، تقول له بيبي، يقول لها وات دو يو ونت بيبي، تقول له ماي هاني، يقول لها وات دو يو ونت، يقول له انا وي نيد ايت، فيقول لها عينيا، فيشيل المراعي ويزرع. وي نيد ا بيلد بيج هاوس، نبني هاوس كبير
يقول لها عينيا يا حبيب قلبي، فيشيل الحاجات دي ويبني بيت. حاضر. توسع وتطور الصناعه الالمانيه عندنا. اولا يا استاذ غالي، الصناعه في المانيا كنت بقول لك كده، بص والصناعه العمود الفقري لاقتصاد المانيا، ثلث القوه العامله. وتطورت الصناعه اهو، سؤال اهو، تطورت الصناعه ليه؟ توافر مراكز علميه، توافر مقومات صناعيه، تدفق للاستثمارات. عندي مقومات صناعه طبيعيه بشريه، عندي استثمارات فلوس اجنبيه داخله عندنا بنعمل صناعه، عندي مراكز علميه زي السنتر كده اللي بيعلمنا في دراسات، عندنا مراكز علميه تعلمنا الصناعه. ده اللي خلى عندنا الصناعه متطوره. طيب ما النتائج؟ ايه اللي حصل لما المانيا وقعت في نطاق مناخ اسمه غرب اوروبا؟ تقول المناخ بتاعها ممكن نقوله الحته الجميله اللي انا بحبها اللي هي ايه؟ اولا تقول له ايه؟ ادى الى ان مناخ المانيا ممطر طوال العام خاصه في الشمال. ماشي؟ سقوط الامطار طوال العام خاصه في الشمال. ممكن تزود تقول له ايه؟ اعتدال المناخ صيفا، وارتفاع درجه الحراره كلما اتجهنا في الشرق. زود وانخفاض درجه الحراره في الشتاء دون الصفر المئوي، يعني بيوصلوا سالب. خلاص؟ دي يعني ايه؟ ممكن احنا نختصر ونقول ايه مثلا؟ ادى الى سقوط الامطار طوال العام خاصه في الشمال، واعتدال المناخ صيفا، وانخفاض درجه الحراره شتاء دون الصفر المئوي. دي اجابه مختصره كده، وايه بيني وبينك يعني ما تقولش لحد. استخدام المانيا التكنولوجيا والاساليب العلميه المتقدمه في الانشطه الاقتصاديه. النتيجه على ذلك يا سلام، لما تقدمت الزراعه بسبب اعتمادها على التكنولوجيا، لما ربت الماشيه والخنازير والاغنام باساليب علميه، قال لك انتجت لحوم والبان بجوده عاليه. لما توسعت وتطورت الصناعات الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية، كل ده بسبب المراكز العلمية اللي هي الأساليب العلمية بتاعتي. يبقى نتائج استخدام الأساليب العلمية تقدم الزراعة وإنتاج الألبان واللحوم بجودة عالية. طيب دلل بقى، هنا بقى هنبدأ بقى نشرح شرح حلو برضو أحلى. دلل. ترتبط مناطق تركز السكان في ألمانيا بالأنشطة الاقتصادية. يعني الناس بيحبوا في الأنشطة الاقتصادية. كنت بقول لك كده، في سكان في المدن الكبرى والسهول. تاني، في سكان في المدن الكبرى. ليه بقى؟ في سكان في المدن الكبرى والمناطق الصناعيه. سيبك من السهول دلوقتي، في سكان في المدن الكبرى والمناطق الصناعيه، وفرت فرص عمل في الشركات والمصانع. فرصه العمل دي اسمها نشاط. حلو؟ فعشان كده انا قعدت هنا. اوديه على جانبي الانهار فيها زراعه، ده برضو نشاط. تتميز الصناعه الالمانيه بالتنوع. يعني تقول لي الصناعات اللي عندها، ده نظري وحفظ نص ده كده. حديد وصلب، سيارات، سفن، منسوجات، صناعات الكترونيه، عندي كهربائيه. في السؤال ده جميل قوي، جه كتير في رجالتي بتوع اسكندريه محافظتي، جه السنه اللي فاتت طالع. وجود علاقات ثقافيه وعلميه بين مصر والمانيا. دلل، قول له عندنا هيئه تبادل علمي الماني موجوده في مصر، جامعه المانيه بالقاهره، مركز ثقافي الماني، ومعهد الاثار الالماني. شكرا. عظيمه المانيا والله، قربت تخلص. قوه العلاقه الاقتصاديه بين مصر. المانيا كانت بتدينا فلوس لمحطات توليد الكهرباء. عسل المانيا. وتصدر بقى، يلا تصدر ايه وتستورد ايه؟ تصدر مصر المانيا، عندي بترول، عندي غاز طبيعي، عندي ملابس. طب تستورد مصر ايه من المانيا؟ يا سلام، عندي صناعات كيماويه، عندي الات. للاسف حبيب خاله الحته دي ما اقدرش اساعدك فيها، للاسف حفظ بحت. طيب هننزل الجمهوريه اللي بعدها؟ لا، هنجيب الخريطه بقى عشان فيها شغل شويه. يلا بينا. تعالى بقى حبيب خاله، ادي خريطه المانيا عند حضرتك اهي. تمام، يلا بينا نحاول نجيب منها الحاجات اللي بيسال عليها في الامتحان. مبدئيا كده يا استاذ غالي، لازم ما تنساش ان انا عندي جبال اسمها جبال الألب هنا في الجنوب. اوعى تنساها، دي مهمه قوي. خلاص. السهل الالماني الشمالي فوق اهو في الشمال، ده اكبر الاقاليم التضاريسيه. يجي يقول لك اكبر اقاليم تضاريسيه في المانيا، قول له السهل الالماني الشمالي. او الطابع اللي في المانيا، قول له طابع سهلي. لازم تخلي بالك، تركز في دي. خلاص. طيب عندي نهر فيها اسمه إلب والراين، ده في السهل الالماني الشمالي. خلاص. طيب الدول بقى او المدن، عندي برلين دي اهي، وهامبورج ساحليه ودي اهم المواني، ودي ميونخ عاصمه اقليم بافاريا. طب عايز الدول؟ تعالى في ملخص تحت كمان اعمله لك للدول، هنجيبه. استنى، تعالى حبيب خالو، ده برضو ملخص الدول. كل حاجه عندك، كل حاجه يا باشا في المذكره، ما تقلقش. هتلاقي عند حضرتك هنا. بص بقى، امشي معايا واحده واحده. رقم 1 ده بحر اسمه البلطي، اوعى تنساه. 2 بحر الشمال. يلا هات لي الدول يا مستر، عيون الاثنين. كانت القصه بتقول ايه؟ نمس، وده النمسا. حلو. نمس سويسري. حلو. راح لفرنسا. مين دي؟ قال لك رقم 8 هنا، هي هتلاقي عندك فرنسا. حلو.
راح لفرنسا قال لها تتجوزيني، قالت له لا. رقم 9 لوكسمبورغ. لوكسمبورغ، استنى والله ما تمشيش، استنى. لوكسمبورغ قالت له لا. روح لبلجيكا. روح لبلجيكا، قالت له امشي بدل ما اخلي الكلاب تهو هو هو هولندا عليك. نكمل يا حبيب خالد. هخلي الكلاب تهو هو هولندا عليك. راح للراجل الكباره بتاعهم الكبير اسمه الدنمارك. الدنمارك قال له يرضيك بنتك تقول لي هخلي الكلاب تهوهو عليك واخش لفرنسا تعوج بقها تقول لي لا لوكسمبورغ؟ قال له خلاص مش عاجباك هولندا، روح لاختها بولندا. قالت له انا عشان اتجوزك محتاجه تشيك ب 2 مليون دولار. محتاجه تشيك ب 2 مليون دولار، شيك ب 2 شيك كده عشان يبقى 2 مليون دولار. حلو، يبقى دي قصه الدول، اوعى تنساها ارجوك. يبقى تاني بالله عليك، نمس سويسري راح لفرنسا قالت له لا. روح لبلجيكا قالت له امشي بدل ما اخلي الكلاب تهو هو هولندا عليك. راح للدنمارك قال له يرضيك كده يا راجل يا كباره؟ قال له معلش سيب هولندا روح لبولندا. قالت له عشان اتجوزك محتاجه ايه؟ تشيك ب 2 مليون دولار. خلاص يا عمنا؟ طيب ادي يا عمنا اختصار الدول كلها ايه. اوعى تصعبها على، اوعى المانيا تكون صعبه عليك لان المانيا ألذهم. عندك بقى هنا برلين عاصمه السياسيه، ميونخ هي عاصمه اقليم بافاريا ودي مقر للشركات والمصانع، اما هامبورج عشان ساحليه فدي اهم الموانئ. خلاص تعالى بقى نشوف مين الجمهوريه اللي بعدها. الجمهوريه اللي بعدها وهي جمهوريه البرازيل. الجمهوريه دي جميله قوي بالنسبه لي. تعالى اول سؤال يقول لك ايه؟ تنتشر حشائش السافانا. حشائش السافانا موجوده فوق هضبه البرازيل. ليه؟ ايه اللي ليه؟ مبدئيا كده عشان بس تبقى قاطع، المناخ بتاع البرازيل جميل قوي. انا بقسمه لثلاث حاجات. اللي فوق مناخ استوائي، اللي في النص مناخ مداري، واللي تحت معتدل رطب. عرفت منين يا مستر؟ حاضر. شمال البرازيل خط الاستواء يبقى مناخ استوائي. وانا كنت قايل لك في الترم الاول ان المناخ الاستوائي، فاكر في الاقاليم لما كنت بقول لك ايه؟ الاستوائي. الاستوائي فوق وتحته المداري، يعني تحت الاستوائي مداري، انزل تحت شويه هيبقى معتدل رطب. فخلي بالك من المناخ، ها؟ مناخ هيجيب لك كل الموضوع. فبيقول لك ليه حشائش السافانا فوق هضبه البرازيل؟ قول له والله يا باشا عشان هضبه البرازيل موجوده في نطاق مناخ مداري حار، والمناخ المداري الحار ده بيطلع حشائش السافانا. موضوع سهل وبسيط. عشان الوليه اللي هي اسمها الهضبه دي موجوده في المناخ الحار اللي هو بينمو فيه حشائش السافانا. يا سلام. البرازيل من الدول اللي تعاني من قله السكان رغم ان سكانها كتير، 2 و3 مليون نسمه. مبدئيا كده البرازيل عندها السكان قاعدين في حته واحده وفي بعض المناطق خاليه. واقول لك على حاجه، مع ان ال 2 و3 مليون نسمه دول موجودين اللي هم السكان في البرازيل، ولكن برضو مش مكفيينها. ليه؟ مساحتها كبيره. بص بيقول لك ايه؟ بسبب مساحتها الواسعه، فمهما حطيت فيها سكان هتبان ان هي فاضيه. ووجود مناطق شبه خاليه. ايوه المناطق اللي ما بيحبهاش السكان انهي بقى؟ سهول الامازون. يا سلام، طبعا عشان مناخ استوائي، واي حته مناخ استوائي ما حدش يحب يروحها. يتركز السكان في البرازيل في الساحل الجنوبي الشرقي. جنوبي شرقي على محيط اطلنطي، يعني ريو دي جانيرو وساو باولو دي مدن رئيسيه. اوعى تنسى ريو دي جانيرو وساو باولو دي مدن رئيسيه. فاذا الناس ما بتحبش تقعد في السهول الشماليه الجنوبيه، بيحبوا يقعدوا في السواحل الجنوبيه الشرقيه. قول له عشان المدن الرئيسيه ريو دي جانيرو وساو باولو. البرازيل لما لقيت عندها مشكله ان الناس قاعدين كلهم في حته واحده وفي مناطق شبه خاليه، تحل المشكله السكانيه ازاي؟ قالت لك حاضر، هنشئ مدن جديده زي ميناوس وبرازيليا. ليه؟ قالت لي والمدن الجديده هنعيد توزيع سكان ونعمر البرازيل. عايزين نعمر هضبه البرازيل ونعيد توزيع السكان، نجيبهم من المناطق الساحليه اللي قاعدين في ريو دي جانيرو وساو باولو، ونرمي شويه منهم في برازيليا اللي هي في برازيل، وميناوس على جنوب نهر الامازون، الحتت اللي ينفع تتسكن في نهر الامازون. البرازيل عندها ثروه حيوانيه. الحيوانات بياكلوا ايه؟ مراعي بس. خلاص يبقى لوجود المراعي الدائمه الغنيه في شمال هضبه البرازيل. موضوع سهل وبسيط، انت بس ما صعباش على نفسك. هو مناخ البرازيل لم لك كل حاجه. ليه البرازيل منتجه للاسماك؟ ها، اي دوله يقول لك منتجه للاسماك تقول له ايه؟ سواحل طويله. واسال عندها محيط؟ محيط ايه؟ اطلنطي. بس سواحل طويله، محيط اطلنطي وبحر كاريبي ونهر الامازون. ممكن اصطاد من النهر عادي جدا. طيب ما النتائج؟ ايه اللي حصل لما البرازيل بقى عندها موقع فلكي؟ موقعها الفلكي خطوط طول ودوائر عرض هيأثر على المناخ. اذا هيجي مناخ عندها ايه؟ يلا، وقوعها في معظم المناطق الاستوائيه والمداريه، وسياده المناخ المعتدل الرطب تحت 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 في اقصى جنوب شرق البرازيل.
طب البرازيل بتمتلك ثروه حيوانيه كبيره، ايه اللي حصل لما بقى عندها حيوانات كتير؟ اصبحت دي من اولى الدول المنتجه للحوم ومصدره كمان، ما عندها حيوانات كتير، اذبح وبيع اذبح وبيع. دلل، اديني دليل ان المظهر الهضبي يسود يعني ينتشر في البرازيل. حاضر، حيث هضبة البرازيل موجودة في وسط وجنوب البرازيل، وبعض الهضاب في الشمال زي جيانا اوعى تنساها. جميل جميل. السؤال اللي بعده، دلل يتنوع المناخ في البرازيل. اديني دليل ان مناخ البرازيل متنوع. حاضر، حيث ينتشر المناخ الاستوائي، لسه اللي عاملينها ينتشر المناخ الاستوائي في حوض الامازون يعني شمال البرازيل، تمام؟ والمناخ المداري في السهول الشرقيه وهضبه البرازيل، ومناخ المعتدل الرطب في اقصى جنوب شرق البرازيل. ادي المناخ يا عمنا وادي البرازيل. طب تعالى النبات، يقول لحضرتك يتنوع النبات دايما مرتبط بالمناخ. عندي مناخ استوائي غابات استوائيه، مناخ مداري غابات مداريه، مناخ معتدل حشائش ستيبس. او تعالى كده، حيث يسود الغابات الاستوائيه فين؟ يلا في حوض الامازون، ودي اكبر غابه استوائيه، وحشائش السافانا فوق هضبه برازيل، وحشائش المعتدله في الاطراف الجنوبيه. حشائش معتدله اطراف جنوبيه يعني مناخ معتدل رطب، تمام؟ اي جمهوريه تعصلك معاك اظبط المناخ بتاعها. سكان البرازيل خليط من اجناس مختلفه، عندها هنود حمر دول سكان اصليين، عندها اوروبيون دول اللي جم، تمام، اللي هم اصحاب البشره البيضاء، والعناصر السوداء ذات اصول افريقيه اللي تعرضوا لهجرات اجباريه لو فاكر من الترم الاول. البرازيل فيها تطور كبير، اديني دليل. تطور في ايه بس؟ في الصناعه. حاضر، في الماضي كانت الصناعه بص غذائيه كيماويه منسوجات. طب غذائيه كيماويه منسوجات. اما دلوقتي تطورت وظهرت الصناعات الثقيله زي حديد، زي صلب، زي سيارات، زي طائرات، زي اسمنت وهكذا. طيب تعالى بقى نجيب الخريطه برضو عشان نجيب الدول بتاعتها ونظبط الدنيا بتاعتها ونقفل البرازيل. تعالى بقى حبيب خالو، ادي خريطه البرازيل، تعالى كده نفرموها من اول كده. اول حاجه رقم 1 وده اسمه خط الاستواء، حلو. بعد كده رقم 2 ده مدار الجدي، جميل. اما رقم 3 ده محيط اطلنطي، عظيم. تعالى بقى 4 هنبدا بقى الدول، يلا بينا. 4 جيانا، 5 سورينام، 6 اخت جويانا بالواو، يعني دي جيانا ودي جويانا، ركز. طب حلو، ادي 4 ادي 5 ادي 6. 7 دي بقى فنزويلا، 8 كولومبيا. بص بقى الثلاثه اللي جايين دول بسميهم 3 ب بيرو، بوليفيا وباراجواي. تاني 3 ب بيرو، بوليفيا وباراجواي. بعد كده بقى عندي 12 و13. 12 دي الارجنتين، 13 دي اوروجواي اخت باراجواي. فانا دايما بقول لهم كده واخرهم مين؟ الارجنتين، واخرهم مين؟ الارجنتين، واخرهم مين؟ الارجنتين. عظيم عظيم. ادي كده يا استاذ الغالي الدول اللي عندك. طيب فاضل لي بقى، احنا كده وقفنا لحد رقم 13. 14 ودي يا استاذ الغالي مدينه برازيليا الجديده اللي عملناها. 15 و16 ريو دي جانيرو وساو باولو. اما 17 نهر الامازون، وممكن يرخم عليك كمان ويقول لك في مدينه هناك، قول له على طول ميناوس. اي رقم كام يا حبيب خالو؟ 17 مكتوبه لك 17 بس، مدينه ميناوس برضو عادي. حلو، يبقى 15 ريو دي جانيرو وساو باولو. طب تعالى بما اننا جبنا سيره العواصم، ريو دي جانيرو دي العاصمه القديمه ودي اجمل مدن العالم. حلو. ساو باولو موجوده على المحيط الاطلنطي، وبما انها ساحليه تبقى مينا. تمام. كده اللهم صل على سيدنا محمد. ادي البرازيل خلاص. تعالى نخش في اللي بعده، يا جماله يا جماله. تعالى بقى نبدا جمهوريه الهند. الهند دي انا بسميها يعني بعد نيجيريا كريزه الجمهوريات، كريزه. يلا بينا. بما تفسر تتنوع الانشطه الاقتصاديه في الهند. ليه عندك انشطه اقتصاديه كتير يا هند؟ قالت لي يا سلام، عشان عندي موارد اقتصاديه، يا اما موارد زراعيه يا اما ثروه معدنيه، فعشان كده عندي انشطه اقتصاديه كتير. ده العمليه سهله وبسيطه هنا مستر. طب اللي بعد، ليه الهند عندها ثروه حيوانيه؟ قلبي اي حيوانات موجوده، اقول له عشان كثره المراعي. اي حيوانات، يقول لك ليه عندها ثروه حيوانيه؟ اقول له كثره المراعي. مش عارف ايه، على حسب بقى مثلا يعني مين عندك. قلنا واحده حشائش سافانا، طبعا على حسب بقى الجمهوريه اللي عندك. انا مش عايز اقول لك بقى جمهوريه كذا قلنا كذا، فاهم قصدي؟ طيب القيمه الاقتصاديه المحدوده للافكار. السؤال ده بيجي كتير قوي في الامتحان. ليه الافكار هناك قيمتهم الاقتصاديه محدوده؟ قيمتهم الاقتصاديه
يعني تحس ان هم ما لهمش لازمه. ليه؟ قول له بسبب تحريم الديانه الهندوسيه اكل لحوم الابقار. الديانه الهندوسيه اللي هناك بيعبدوها بيقول لك لا، الابقار دي الالهه بتاعتنا، ما ينفعش نذبح الاله. يا سلام. عشان كده ملهاش لازمه الابقار هناك، مجرد الهه بس. تعد الهند من الدول الرئيسيه المنتجه للاسماك. اي جمهوريه بتقول لك تنتج سمك ليه؟ اسالها. يلا بينا. سواحل طويله. الهند عندك ايه؟ سواحل طويله، خليج بنغال والبحر العربي بس. قولوا لانها تطل على سواحل طويله مثل خليج بنغال والبحر العربي. طيب ليه الهند بتتفوق في صناعه الحديد والصلب؟ حاضر. عشان دي ثالث دول العالم انتاجا للفحم. ايه علاقته؟ اصل الفحم ده اساس قيام صناعه الحديد والصلب، هو اللي بيشغل المصانع هناك عندها في الهند. طب بص اللي جاي دي، ده بيجي كتير في الامتحان برضه. ليه الهند استخدمت الطاقه النوويه والكهربائيه؟ ليه تستخدم طاقه نوويه كهربائيه؟ ليه لجأت ليها؟ قول له يا باشا عشان هي ما عندهاش بترول ومصادر طاقه تفتقر للبترول ومصادر الطاقه. يعني بص تدني وجوده، قصدي هنا على البترول، تدني وجودهم، خليهم مصادر الطاقه والبترول، تدني وجودهم في الارض الهنديه. تدني وجودهم في الارض الهنديه يعني مش موجودين في الاراضي عندهم. الهند شهدت قفزات سريعه في تطور الصناعه. مش هي عندها مشكله سكانيه؟ استغلت المشكله دي ان هي عملت بحث علمي وتعليم. فلما اهتمت بالتعليم والبحث العلمي الصناعه تطورت، وكمان عندها مقومات الصناعه اللي خليها تتطور، فعشان كده قفزات سريعه في تطور الصناعه. دلل. قربنا نخلص الهند. الهند اصلا فيها اسئلتها صغيره، وبعد كده نخش على الخريطه. دلل. بيقول لحضرتك ايه؟ تنوع النبات الطبيعي في الهند. اديني دليل ان في نباتات طبيعيه كتيره في الهند. حاضر. غابات موسميه على السواحل الغربيه والشرقيه، غربيه وشرقيه، غربيه كده بالنسبه لنا، غربيه وشرقيه. تنمو الحشائش القصيره فوق هضبه الدكن. ادي ده دليل ان انا عندي نباتات طبيعيه كتير. طب المشكله السكانيه واجهتها ازاي؟ لسه قايل لك اهتمت بالتعليم والبحث العلمي، فده طور الزراعه والصناعه. لما انا اهتميت بالتعليم والبحث العلمي علمت السكان اللي عندي الكتير دول، فهمتهم الزراعه والصناعه بتطور، فطبقوا الكلام ده فطوروا لي الزراعه والصناعه. طب خد اللي بعد. تنوع العلاقات بين الهند ومصر. في علاقات بين الهند ومصر؟ يلا بينا. في علاقه سياسيه، ثقافيه، علميه، اقتصاديه. يا عم اخلص قول لي بتصدر ايه؟ حاضر. تصدر مصر الى الهند. مصر بتبعت لهم قطن، اسمده الخام، اسمده خام والمصنعه والفوسفات والجلود. انا اسف، المواد الخام، سوري، بعض المواد الخام والفوسفات. شيل كلمه المصنعه دي. تستورد مصر من الهند. مصر بتاخد من الهند بقى ايه؟ غزل القطن والشاي والسمسم والتوابل. احلى ناس عندهم توابل الهند، وقطع غيار وسائل النقل، قطع غيار العربيات. طيب تعالى اللي بقى، تعالى اللي بعده ايه؟ هنخش على الولايات. تعالى نشوف الخريطه يا عمي. يلا بينا. تعالى يا حبيب خالو نشوف خريطه الهند. عايزين نقول لحضرتك حاجه على صغيره بس، ان الهند لو بصيت عليها تشبه المثلث اللي راسه ناحيه الجنوب. ثم عندها دوله صغنونه هنا اسمها بنجلاديش. حلو. والهند سميناها شبه الجزيره عشان الميه بتحيط بيها من 3 اتجاهات، شرق جنوب غرب. فهمتني؟ يلا بينا نبدا. بسم الله. حاضر. رقم 1. فين رقم 1 يا ولاد؟ قال لك رقم 1 الخط ده اسمه مدار السرطان. 2 يا ولاد، قال لك 2 ده يا مستر المحيط الهندي. 3 لا اسف استنى، ولا 2 مش ده 2، ده خليج بنغال. ده 2 المفروض تبقى تحت اهي، محيط هندي تحت. 3 خليج بنغال. 4 بحر عربي. خد بالك من الحته دي. حلو. طيب بعد كده 5. فين رقم 5؟ هنا اهي. 5 يا استاذ الغالي دي دوله اسمها نيبال. لسه اغني لك الاغنيه. 6 تبقى الصين. 7 بوتان. فانا بقول لك كده بص، صين نيبال بوتان صين نيبال بوتان. تاني، صين نيبال بوتان صين نيبال بوتان. بعد كده وقفنا لحد 7. 8 بنجلاديش. 9 دي يا استاذ الغالي ميانمار. وادي 10 باكستان. لسه انا ما خلصتش. هنشوفه بقى. 11 دي جزيره سيلان ما بيجيش كتير، و12 مضيق اسمه ماجلان ما بيجيش كتير برضه. مضيق قصدي بلك ما بيجيش كتير برضه. ماشي. ثم عندك بقى هنا هي التضاريس بتاعه الهند عشان كتير قوي. تضاريس الهند مهمه. عندي يا استاذ الغالي بص، جبال اسمها الغد شرقيه، الغد غربيه، والهيمالايا في الشمال، في النص هضبه الديكن. احفظها كده. الغد شرقيه، الغد غربيه، والهيمالايا في الشمال، في النص هضبه الديكن.
عايز السهول، حاضر. نهر اسمه هنا الجنج، ونهر في الجنوب الصغير كده اسمه كوفري. وسهل بقى، يلا بينا. كرومانديلي شرق والملبار في الغرب. كرومانديلي شرق والملبار في الغرب. لغات شرقيه، لغات غربيه، والهيمالايا في الشمال، في النص هضبه الديكن. اي خدمه يا عم، ولا تزعل نفسك. اوعى تزعل، اوعى حاسب. طيب بعد كده عندنا بقى مدينه رقم 14 و15. 14 نيو دلهي، لو باينه عندك 14 اهي نيو دلهي. 15 مومباي او بومباي، عادي يا قلبي بتقال زي ما تتقال، بومباي او مومباي الاثنين صح. ماشي، دي العاصمه التجاريه. نيو دلهي العاصمه السياسيه. اما حيدراباد عشان كتير بتيجي في الامتحان، هي اللي الصناعات اليدويه اللي عندها. حيدراباد هي الصناعات اليدويه، ارجوك لازم تخلي بالك منها. ماشي، وفيها مراكز اسلاميه كتيره جدا. طيب التضاريس بتاعتها ايه؟ احنا لسه قايلينها يا استاذ دي غالي. الهيمالايا، الغات شرقيه، الغات غربيه، والهيمالايا في الشمال. الجنج، كوفري طبعا، نهر كودافاري ده وكريشنا ما بيجوش في الامتحان، والهندوستان برضو بيجيش في الامتحان، الغي. كرومانديل وملبار هم دول بيسالوا فيهم. هنا برضو ده اللي لغيناه تحت، وهنلغي هنا مضيق بلق ومدينه كلاكوتا. والله ما بهزر، الغي رقم 12 و13. ماشي. طيب تعالى الجمهوريه اللي بعدها. تعالى بقى حبيب خالو لجمهوريه الولايات المتحده، ودي يعتبر اصعب جمهوريه على طالب ثالثه اعدادي، ولكن ما تقلقش ان شاء الله اسئلتها باذن الله سهله وبسيطه، وما تخافش، بس انت ركز بس. عندي اقليم اسمه نيو انجلاند، ماله؟ ده اكتر الاقاليم اكتظاظا. يعني ايه اكتظاظا؟ ازدحاما. اكتر الاقاليم فيها ازدحام بالسكان. ليه؟ اصل في مدن كبرى زي نيويورك، وفي مناطق صناعيه وتجاريه، فطبيعي الناس عندها فرص عمل، فطبيعي الناس هتروح تشتغل هناك. ارتفاع الكثافه السكانيه، ليه الناس بتقعد في الساحل الغربي للولايات المتحده؟ حاضر، يا سلام، عشان مناطق صناعيه ومدن كبرى زي سان فرانسيسكو ولوس انجلوس، وعندي مناطق زراعيه خصبه. ماشي. طيب هتلم الموضوع بالخريطه اكتر. ليه بيقل عدد السكان في منطقه المرتفعات؟ انا راضي ذمتك بالله عليك، منطقه اسمها مرتفعات واحواض غربيه، طبيعي ظروف طبيعيه صعبه. مرتفعات يا عمنا، انت قلت اهو مرتفعات، مستر ما ينفعش اقول له وعوره السطح، لا، الظروف الطبيعيه هي الاشمل. قله عدد السكان في ولايه الاسكا. الاسكا دي في الشمال، يعني مناخ التندرا، يعني قطبي شمالي، يعني برود الجو. اربط ده بده هتلاقي الموضوع سهل. ضخامه وتنوع الانتاج الزراعي بالولايات المتحده. ليه ولايات عندك انتاج زراعي ضخم؟ قالت لي اي حد عنده ازدهار في اي حاجه يبقى باذن بيعتمد على اساليب علميه بقى، تكنولوجيه. بص كده، انا عندي اراضي زراعيه خصبه واسعه زي نهر المسيسيبي، وعندي جنوب الشرقي، وعندي في الوادي الاوسط بكاليفورنيا، وجوانب المرتفعات. بص بقى، عشان بعتمد على التكنولوجيا الحديثه. انا شايف ان دي الاجابه اللي تجاوب الاولاني. تقول له ايه؟ بسبب اعتمادها على التكنولوجيا الحديثه وتوافر الاراضي الزراعيه الخصبه الواسعه. ما يقولش بقيه التفاصيل دي، لا عادي، ما تقلقش. السؤال اللي بعد، توجد ثروه سمكيه كبيره بالولايات المتحده الامريكيه. ليه؟ عندها محيط، سواحل طويله على محيطين، اطلنطي وهادي، وبجانب الانهار والبحيرات في الداخل. ده اي سؤال ثروه سمكيه اجري على السواحل على طول. ليه الولايات المتحده القوه الصناعيه الاولى؟ في فرق بقى بين القوه الصناعيه الاولى وقوه اقتصاديه. ليه هي القوه الصناعيه الاولى؟ حاضر، عشان عندها مقومات الصناعه. بس كده؟ لا لسه. وبتساهم بحصص مرتفعه، بتنتج كميات كبيره من الصلب والالومنيوم والسيارات. زود طيارات، سفن فضاء، ودي الوحيده لوحدها، اقمار صناعيه، والمرتبه الاولى عالميا في هذه الصناعات. شفت بقى اهو، الطيارات والسفن الفضاء والاقمار الصناعيه هي المرتبه الاولى فيهم. خد اللي جايه، الكترونيات وكهربائيه، دي تنتج ثلث الانتاج. طبعا مش محتاج ان انت تحط يعني ايه الرقم، مش لازم تحفظه عشان ما تصعبش على نفسك. ما النتائج؟ ايه اللي حصل لما اتسع مساحه الولايات المتحده؟ ايه اللي حصل لما اتسعت مساحه الولايات المتحده وتنوعت تضاريسها؟ يا سلام، لما تتسع المساحه هيتنوع المناخ، ولما يتنوع المناخ هيتنوع النبات. بس ده سؤال بسيط. طب ايه اللي حصل لما بقى عندي موارد طبيعيه متنوعه؟ كل ما كان عندي موارد طبيعيه كل ما كان عندي انشطه اقتصاديه كتير، فبالتالي هصبح انا الولايات المتحده القوه الاقتصاديه الاولى في العالم. يبقى هي القوه الصناعيه الاولى والقوه الاقتصاديه الاولى، في فرق من الاثنين. ها طيب دلل. عندي ثروه حيوانيه، والله اديك دليل، عندي اعداد كبيره من الابقار والاغنام والخنازير بنتج منها اللحوم، ويصدر جزء منها للخارج، بالاضافه ان انا بجيب منهم لحوم والبان. تتعدد المناطق الصناعيه الرئيسيه بالولايات المتحده. يعني المناطق الصناعيه، خلي بالك بقى، لازم سؤال على الحته دي، لازم سؤال على الحته دي. مناطق صناعيه في منطقه شمال الشرقي،
فيها المدن الصناعيه الكبرى زي البحيرات العظمى، يبقى البحيرات العظمى في الشمال الشرقي. اما في الجنوب مدينه اسمها او منطقه اسمها بريمنغهام. اما في الغرب هتلاقي مدن صناعيه عاديه جدا. خلاص يا عمنا؟ طيب تعال نشوف الخريطه. تعال يا حبيب خالو نشوف خريطه الولايات، ولكن عايز اقول لحضرتك على حاجه. هي كام ولايه؟ 50. في ولايتين خارج الموقع الفلكي والجغرافي زي هاواي اللي دي في وسط المحيط الهادي، والاسكا في شمال غرب امريكا الشماليه. وخلي بالك عندنا احنا الولايات رابع اكبر دول العالم من حيث المساحه. يلا بينا نشوف الخريطه. بسم الله الرحمن الرحيم. صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. رقم 1 ده محيط ايه؟ من غير ما اتكلم يلا اطلنطي. طب ده 3 2 اسف الهادي. طب 3 ده خليج المكسيك. طب 4 دي دولة المكسيك. يا سلام. 5 كندا. 6 بقى 6 دي مدينة واشنطن. اما 7 نيويورك. خلي بالك. اما 8 بحيرة ميتشيجن دي اللي جنبها جنب واشنطن. حلو. واشنطن اللي جنب اسف احنا قلنا رقم 6 مدينة واشنطن خلاص. 7 عندي نيويورك. 8 بقى هنا بيسأل على البحيرة ولا بيسأل على الدولة؟ بيسأل على المدينة. بيسأل على المدينة يبقى شيكاغو. لكن لو بيسأل على البحيرة بحيرة ميتشيجن اهي. اكبر المدن السهول الوسطى تقع على بحيرة ميتشيجن. طيب 9 بقى المدينة الساحلية دي بقى سان فرانسيسكو، ودي اكبر المواني. لسه انا ما خلصتش. عايز رقم 10 خلي بالك منها، دي اللي الاسكا اللي احنا قلناها فوق. هات لي التضاريس. لسه التضاريس. جبال الابلاش رقم 1. ادي الابلاش هنا خلي بالك. روكي كده. الابلاش كده. روكي كده. طب روكي رقم كام؟ رقم اهي 2. 3 بقى اللي على الساحل كاسكيد. معلش انا عارف انت تعبت. 4 كلورادو دي هضبه. خد بقى السهول عشان في حاجات ممكن نلغيها متهيألي. لا مش هنلغي. 4 السهول عندي السهل الساحلي الشرقي وخليج المكسيك، ودول بيتميزوا بالاستواء. يعني السهل الساحلي الشرقي كده وخليج المكسيك. الشرق وخليج المكسيك. طب تمام. بعد كده سهول وسطى اللي فيها اقليم البحيرات العظمى فيها نهر المسيسيبي. بص بقى من اول بحيرات عظمى حتى خليج المكسيك كل دي سهول وسطى فيها نهر المسيسيبي. النهر ده خلاص يا معلم. طيب وبكده يا حبيب خالو نكون اللهم لك الحمد خلصنا مراجعه الوحده بتاعتك على خير. اللهم لك الحمد. محاضره اصلا مش طويله، احنا مجرد لخصنا بس الموضوع على قد ما نقدر ووقفنا على اهم الاسئله. شد حيلك يا حبيب خالو. فاضل لك عندنا مراجعه وحده اخيره يا تاريخ. شد حيلك يا بطل. قول ورايا سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. شوف وشك على خير. اخوك وحبيبك عبد مسعد. سلام.